عذرا فرانس فوتبول، لم أعد ذلك المغرم بالذهب المدور بعد أن أحزن المغرمين ببريقه وحصر ليالي عاشقه بالخيانة وأوجعهم بالخداع وأجهد أنفاس الانتظار بمواعيد عرقوب، وإن كان عرقوب يخلف الوعد ولا يسرق الحلم من عيون الحالمين. ما حدث لن يصدق ولو استعنت بكل بوليسيات أجاثا كريستي أو أتيت بما يفوق خيال المعلقات العشر. ألم تعلم أن البرازيلي الأسمر هذه المرة تفوق على كل لغات الذكاء والجمال حتى لغة السحر نفسها؟ هل ظننت أنك قادر على إخفاء الشمس عن عيون النهار؟ كلا ولا. أخجلت نفسك، فبين كل المرشحين للكرة الذهبية فيني هو شمس وحوله كل النجوم كواكب، إذا بدا لم يبدو منهن كوكب. لم يشك أحد أن الكرة الذهبية لفينيسيوس، وإن أظهر خلاف ذلك، سواء كان عبساويا يقولها من باب المماحكة والنكاية بحمدون أو جاهلا لا يفقه ما يقول. إنه إجماع وقع عليه سكان القارات الست في البر والبحر وحتى الطير في السماء. فإذا كنت ضد كل هؤلاء فاخبرنا بربك، ما هي المقاييس والمعايير التي رجحت كفة رودري الأسباني على فينيسيوس البرازيلي؟ أهي أن رودري بطل أوروبا وبطل الدوري مع السيتي. إذا كان ذلك فداني كارفاخال الأقرب من الجميع، لأنه توج مع أسبانيا وريال مدريد بكل البطولات. حسنا، لما لا تخبرنا أين الأرجنتيني لوتارو مارتينيز من مولدكم هذا؟ فهو الآخر، عنده لقب قاري وبصماته مع الإنتر أكثر وضوحا من الجميع. أهو التصويت؟ تبا له من تصويت وتبا لها من مقاييس. لقد فقدت الكرة الذهبية مصداقيتها منذ أن أصبحت جائزة تتحكم بها معايير الأسماء التجارية والأشكال لا جوهر المضمون. أزار الصباري.